عايز ابتدي معاكم بحاجه ككوره بس. كوره. الكوره دي مش اسماء. الكوره دي جدعنه ورجوله ورجاله وسبرنتات واحتكاك كوره كده. كوره مش اسماء ابدا. ايه اللي حصل مع النادي الاهلي؟ بعد مرور 5 جولات من الدوري المصري الممتاز، لعب فيهم الاهلي 4 مباريات، عشان طبعا الدوري بقى 21 فريق. الاهلي في المركز ال13 معاه 5 نقط، فوز وحيد وخسارة وتعادلين. طيب هل ده المتوقع بعد الصفقات المهولة والاسامي الكبيرة اللي عملها النادي الاهلي؟ اكيد لا طبعا. بس المشكلة ان الناس شايفة الموضوع حاجة، وهو في الحقيقة حاجة تاني خالص. ازاي؟ الاهلي جاب اسامي كبيرة: اشرف بن شرقي، تريزيجيه، احمد السيد زيزو، محمد علي بن رمضان، واسامي تانية كتير. ديانج رجع. اسامي كتيرة، ولكن في عامل مشترك بين الاسامي دي كلها. خلينا نمسكهم واحدة واحدة، اسم اسم. اول عامل مشترك بين الاسامي دي كلها هو: هل اللعيبة دي لسه في البرايم بتاعها؟ بمعنى، هل هي لسه في أفضل مستوى ليها في الملعب؟ برضو خلينا نمسكها واحدة واحدة. أحمد سيد زيزو، هل هو في البرايم بتاعه؟ الإجابة من وجهة نظري لا طبعا. الراجل ده كان في قمة مستواه في الاحتراف لما كان بيلعب برا مصر. جه الزمالك وهو خارج من قمة مستواه، وفضل مستواه ينزل بالتدريج واحدة واحدة، وراح الأهلي. نروح للاعب تاني، محمود حسن تريزيجيه. أكيد قطعا هو مش في البرايم بتاعه، واكيد طبعا ليه موسم او اتنين طالع من البرايم بتاعه ومستواه في هبوط. نمسك اللاعب اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي البرايم بتاعه بالتأكيد كان في الزمالك، والراجل ده مستواه اتأثر ونزل كتير جدا بعد ما ساب نادي الزمالك ولف لفته في الخليج. بعد كده قام الأهلي باستخدامه، ولكن هو أكيد برضه طالع من قمة مستواه. تعال نقارن كل دول بلاعب زي إمام عاشور، اللي دخل قمة مستواه والبرايم بتاعه أول ما جه الأهلي مباشرة. من الآخر كده الأهلي هياخد خيره. هو الراجل وصل قمة مستواه وعز العطاء في الملعب أول ما راح النادي الأهلي. قارن كده بين الصفقة دي وباقي الصفقات اللي اتكلمنا عليها. خلينا نخش في نقطة تاني ونسأل نفسنا سؤال: هل اللعيبة دي فعلا جت الأهلي عشان إحنا في عصر الاحتراف، وإن مش مهم التيشيرت، أهم حاجة أداء اللاعب في الملعب؟ طيب الكلام ده برضه فيه جانب آخر مش ظاهر. إيه هو الجانب ده يا ترى؟ من الآخر كده كل اللعيبة دي جاية تستفاد من منظومة الأهلي والسيستم والإدارة ودفع المرتبات في ميعادها والتنظيم والدعم اللي بيقدمه النادي الأهلي لأي لعيب بيلعب فيه. يعني من الآخر كده هم جايين يستفادوا من الأهلي، مش جايين يفيدوه. معظم الصفقات اللي جت الأهلي كانت صفقات مجانية. أحمد سيد زيزو صفقة مجانية، أشرف بن شرقي صفقة مجانية، حتى محمود تريزيجيه جاء ب1,600,000 يورو، وكذلك محمد علي بن رمضان. وبالتالي في مقابل ده الأهلي هيدفع مرتبات كبيرة، المرتبات اللي اللعيبة دي عايزاها. طبعا عشان انت في مؤسسة زي الأهلي هتاخد مرتبك في ميعاده، وهتاخد كمان عليه أي بونص موجود في العقد، ومش هيبقى عليك خصومات ولا أي خصم أو عقاب بدون أي مبرر زي ما بيحصل في أندية تانية. فانت كلاعب مستفاد بشكل كبير، وهتقدر تدفع أقساط الفلل اللي في الساحل والعربيات الغالية والحياة المرفهة وتستمتع بحياتك. طيب مش احنا في عصر الاحتراف؟ مش المفروض النادي اللي بيدفع لك الملايين والمبالغ دي يستفاد منك برضه؟ المفترض ان الاهلي كان يعمل صفقات من نوعية اللعيبة اللي لسه جعانة كورة، اللعيبة اللي لسه يدوبك هتخش قمة مستواها والبرايم بتاعها. مش شرط يكونوا أسامي كبيرة أو لعيبة معروفة جدا، لكن المهم يكون لعيبة موهبة، لعيبة تعرف تنقيها من أندية صغيرة، من دوريات تانية،
تكون لعيبة هتفيدك على المستوى الفني وتحقيق البطولات. من الآخر كده، اللعيبة اللي موجودة في الأهلي دلوقتي رقم واحد عندهم كيفية تأمين الفلوس عشان يعيشوا الحياة المرفهة بتاعتهم. هما الناس عايزة تعيش الحياة المرفهة بتاعتها، الفيلا اللي في الساحل والعربيات الغالية واللايف ستايل ده. لكن رقم اتنين عندهم هو الأداء في الملعب والبطولات. قال لي دلوقتي ايه اللي ممكن يعمله النادي الأهلي؟ الأهلي مشى خوسيه روبيرو وهيمسك مكانه مدرب محلي اللي هو تقريبا مؤقتا الكابتن عماد النحاس، وبناء عليه هنشوف لعب كرة منطقي، وأكيد الأداء والنتائج هتتحسن لأن الأهلي هيلعب كرة منطقية، الكرة الطبيعية بتاعت الدوري المصري. وبكده الأهلي يبقى اتخلص من أول مشكلة عنده، وهي القيادة الفنية الغير مفهومة أو التي لا تسفر عن أي نتائج. النقطة التانية هي عودة إمام عاشور عشان يقود المجموعة دي في الملعب ويقود هجوم الأهلي. ده لعيب في البرايم بتاعه في قمة عطائه، ومع وجود أسامي زي بن شرقي وزيزو وتريزيجيه هيكونوا يقدموا مساندة كبيرة ليه. الأهلي بعد التوقف ده لغاية نهاية الشهر عندي مجموعة من المباريات أصعب من المباريات اللي بالفعل خاضها، وهي إنبي، سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، ومن ثم الزمالك في نهاية الشهر. الأهلي لازم يطلع بنتيجة إيجابية من المباريات دي، مش عايزين نقول إن هو لازم يحصل على العلامة الكاملة إذا كان فعلا الأهلي عايز يستمر في المنافسة على الفوز بلقب الدوري المصري ومنخشش في أي نفق مظلم.